السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في الفيديو ديال اليوم. فيديو جديد غادي نديرو فيه ان شاء الله الطريقه ديال القديد، الطريقه ديال الخليع. بزاف ديال المتتبعات اللي طلبوا مني هاد الوصفه هادي. نبداو على بركه الله. انا هنايا خديت 4 كيلو ديال اللحم، مشيت صايبتها عند الجزار. خديت اللحم ديال البقري، تقدروا ديروا حتى الغنمي. جبتها للدار، زدت عليها العطريه اللي غادي تشوفوا معايا. درت واحد المعلقه صغيره ديال السودانيه، معلقه صغيره ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم، 2 معالق كبار ديال القزبور يابس، و2 معالق كبار ديال الكمون. الكمون بطبيعه الحال غادي يكون بلدي. هادشي اللي كنقول لكم راه كله بطبيعه الحال مغسول ومنقي ومطحون. كاس ديال الخل، كاس ديال الزيت البلديه، وكاس كبير ديال الملحه. غنزيد عليهم 5 ديال الفصوص كبار ديال الثومه اللي طحنتها في الهاشوار. وغادي نخلط هذا الخليط هذا مزيان حتى يدخل مزيان في اللحم. غادي نخليه في الاناء ديالي ونغطي عليه ونخليه يبات في الثلاجه مده ليله كامله. ضروري خصو يبات باش كيتشرب لينا اللحم داك العطريه وكيجينا لذيذ. الغد ليه منين كنحل على اللحم ديالي نشارك معكم هاد الطريقه هادي انا اللي كندير. انا كنجيب هاد العلاقات هادو ديال اينوكس ولا علاقه ديال بلاستيك. بطبيعه الحال كيكونوا جدادين، كيكونوا نقيين ومغسولين، كنخليهم غير لهاد الشيء. كنعلق فيهم داك اللحيمه ديالي وكنديرها تنشف. انا هاد الطريقه ديال العلاقات كتعجبني، كتجيني سهله باش في العشيه ملي كيبدا يبرد الحال كنحيد اللحم ديالي، ما كنخليش يبات في السمره. لا غدا لي عاد فاش كتخرج الشمس عاوتاني كنخرجو يتشمش. فاش كنعلقو هنايا في هاد العلاقات هادو ما كنخليش عريان. كنجيب هاد الفاصمات هادو ديال الفرماسيان، كيكونوا معقمين، كنغطي بهم اللحم. ما كانوش عندي هاد الفاصمات راني كنستعمل دره ديال حياتي اللي كتكون بطبيعه الحال جديده، كنخليها حتى هي غير لهاد الشيء. كنغطي هاد اللحم ديالي كنخليه في الشمس مده، انا هنايا خدا ليا مده 10 ايام. بطبيعه الحال في العشيه من مورا العصر كنحيدو، كنجمعو في البانيو ونخبعو. الصباح ملي كتخرج الشمس عاوتاني كنولي نخرجو. توسخات ليا داك الفاصمه، حيدتها رميتها وليت غطيت بداك الزويف. هنايا صافي راه بدا كيبس. قلت لكم خدا معايا 10 ايام. حتى كنبدا نهرسو كيبدا كيطرطق. درت له غير تشليله خفيفه انا، يعني حيت كان مغطي، يعني عارفه ما قيسه لا حشرات لا والو. درت له غير تشليله خفيفه. من بعد كنديرو في الطنجره. قطعته هنايا، قطعته ولكن خليته قطع شويه كبار، ما قطعتوش قطع صغارين. خليته كبارين باش مع التحراك ما كيبقاش يولي ليا غير فراتت. ضروري خصو يبقى قطع كبيره. كنزيد عليه بعدا في الاول كنزيد عليه الشحمه. الشحمه هنايا درت 3 كيلو ديال الشحمه ديال البقري وكيلو ديال الشحمه ديال الغنمي. الشحمه ديال الغنمي طحنتها غير عندي في الدار، درت طحنتها غير في الهاشوار. من بعد كنزيد عليهم يطرو ديال الماء. كندير شي شويه ديال الملحه، انا هنا ما كثرتش الملحه لحقاش الناس اللي بغاو هذا الخليع هذا ما بغاوش يكون مالح. زدت عاوتاني 4 ديال الفصوص ديال الثومه، ما كانتش عندي انا الثومه جديده، درت الثومه يابسه. 2 معالق كبار ديال القزبور و2 معالق كبار ديال الكمون البلدي. ودابا يلاه معايا نوريكم فين غادي نطيب الخليع ديالي. انا ما غنطيبوش هنايا في الدار، هانتوما غادي تشوفوا معايا في الفيديو. نتلاقاو. كيف كتشوفوا طيبتو على العواد، كنت شهوتي فيه نطيبو بصراحه على العواد. منها تفويجه ومنها عمل. الخليع ديالي كيطيب في العواد. ايوا تغديت مع العائله في الطبيعه، درت كسكسو. دابا نتقاسم معكم الطريقه ديالي كيفاش كنفتل هذا الكسكسو هذا، راه مصايبه انا على يدي. درتو هنايا واخا كان مزروب، المهم خريجه زويونه. هنايا تشهيت هذا الفول هذا، تبارك الله غزال، تبارك الله ما شاء الله. الله يحفظ لنا بلادنا، الله يحفظ لنا هذه الطبيعه هذه، والله ولادي ما تيقوش باللي الفول كيتكال خضر. كنعطيه ليهم بقاو غير مصدومين، كنقول لهم راه كيتكال. دوق والله الا كيتكال. دوق تشوفي. دابا نشارك معكم شنو كندير بهذا الفول هذا اللي كيكون بحال هكا جديد وعارفه بلي ما فيه لا دواء لا والو. كنطيبوه بحال هكا، كنطيبوه بالقشره ديالو بكلشي. ما عرفتش واش نتوما كديروا هاد الطريقه ولا لا. الحمد لله على شتا اللي طاحت، الطبيعه رجعت غزاله تبارك الله، والخضوره وكلشي زوين الحمد لله. هنايا شهاني هاد الخص هذا واخا انا ما كناكلوش. جهيت غير ديك الطريقه اللي كيفاش غادي ندير نقطعو ونحيدو، جا زوين تبارك الله.
النعناع حتى هو كانت فيه واحد الريحة غزالة غزالة تبارك الله، واحد الريحة ديال النعناع. الله يعطي الصحة للفلاحة والناس كلشي اللي كيخدموا في هذا الشيء اللي هكا طبيعي. واحد الريحة فيه تبارك الله ما شاء الله. هذه السلمية اللي كندخلها في بزاف ديال الوصفات اللي كنخدم بهم، بحال العطرية ديال البيتزا، بحال بزاف بحال أعشاب الشاي. وهنايا الحامض ما شاء الله تبارك الله والصلاة على النبي. ايوا الخليع ديالي ها نتوما كيفاش كتشوفوا، ما بقاتش ديك العافية مجهدة بزاف، خليته كيطيب غير على المهل. ايوا مع التحراك بطبيعة الحال كل ساعة ساعة كنحركو باش كتعرفوه طاب. كيدير داك اللون في الجناب، كيدير داك القصبة كيتجمع في الجناب وكيعطي داك اللون بحال اللي قهوي. وباش كنزيد نتأكد بلي ما بقاش فيه الماء كنهز شي شوية من التحت وكنديرو في الطبسيل، كنخليه حتى كيجمد. كنقلبو الا بقات فيه غير الشحمه راه كنعرفو بلي ما بقاش فيه الماء، لان الا بقى فيه الماء غادي يخسر، ما غاديش يبقى مزيان. حتى تاكدت بلي راه طاب ليا مزيان كنزيد عليه 2 يطرو ديال الزيت البلديه. ما كنديرش انا الزيت النباتيه، كندير غير الزيت البلديه. هنايا رديتو فوق البوطه باش كتخلط ديك الزيت مع الشحمه باش ما كتبقاش معزوله. ايوا صافي منين كيبرد شي شويه غير كيدفى، ماشي حتى كيبرد وتجمد الشحمه. صافي كنبداو نعمرو في قريعات. هنايا درتو غير في قريعات ديال البلاستيك باش الناس اللي غادي ياخدوه كيدخلوه المجمد، ما الا درتو في قراعي ديال الزاج غادي يتهرسوا. كي كتشوفوا خرج ليا هنايا 3 كيلو من دوك الطويصات الكبار، درت فيهم كيلو كيلو. وهادوك الصغارين درت فيهم رابعة، خرج ليا 6 ديال القريعات الصغار، يعني كيلو ونص. وهذا أكريش خرج ليا 6 ديال القريعات نتاع رابعة. وتبارك الله والصلاة على النبي الخير. هادي انا احسن لحظه عندي هي فاش كنعمر القريعات، كنسالي الوصفه ديالي وكنعمر القريعات. هادي هي احسن لحظه. يعني واخا هادشي فيه تماره يعني كلشي كيفوت فاش الواحد كياخد الحاجه وكيبدا يشكرني ويدعي معايا، والله الا ديك التماره كامله كتنسالي. الحمد لله غنمسح القريعات ديالي ونغطيهم. هنايا ولادي قالك بغاو يجربوا الخليط تبارك الله جا غزال بنين، كنتمنى تجربوا هاد الوصفه هادي. نتوما تقدروا ديروا غير كيلو ديال القديد، كيلو ديال اللحم. هو فاش كينشف راه ما كيبقاش عاطي كيلو، فاش كينشف راه كينقص. انا 4 كيلو فاش نشفات عبرتها عطاتني كيلو و700 غرام اللي عطاتني ديال اللحم. ايوا هذه الطنجره ديالي الجامع حكى ليا الطنجره ديالي يعني كيعجبنا نديرو داكشي على العواد، ولكن تبارك الله رجعت كحله. ولكن دابا نحكها ان شاء الله، دابا نشارك معكم الوصفه اللي غادي نحك بها. ايوا كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم ويلقاكم باحسن صحه يا ربي.